أسوأ 5 أكلات ممكن تاكلهم وبتسبب لك دهون والحرق فيها بيكون صعب وبتكون سبب أساسي في دهون الفخذ والكرش. رقم 1 الشيبسي بيحتوي على تقريبا 50% من الكالوريز اللي حضرتك بتستخدمها على مدار ال 24 ساعة. ازاي الكلام ده؟ ما تجيب كيس شيبسي واحد ب10 جنيه فيه 100 جرام، لو جيت حضرتك حسبت 100 جرام الشيبسي بالسعرات الحرارية هيطلع لك 550 سعر حراري. انت متخيل الرقم؟ وخد بقى عندك بقى كمية الدهون المشبعة والكارب اللي فيه غير طبيعية. رقم 2 معايا البطاطس المحمرة، وعايز اقول لك بقى ان دي بسم الله ما شاء الله عليها دي اصلا بتستوي في الزيت. لو هتعمل 100 جرام بطاطس محمرة بدون اي اضافات هتسوي معاك 200 سعر حراري، اضافات ممكن توصل معاك ل 500 سعر حراري. تخيل صغير كده حضرتك عمال تقزقز فيه كده وانت بتتفرج على التلفزيون وانت لسه اصلا ما فطرتش كده، دخلت في جسمك 500 سعر حراري. تالت حاجة الفراخ الكريسبي اللي هي برضو بتستوي في الدهون المهدرجة. 50 جرام من الفراخ الكريسبي بيعمل معايا 220 سعر حراري، وانا خلي بالك بقولك 50 جرام بس. رابع حاجة بقى معايا وربنا يسترها عليا حرفيا الكيكة بالشوكولاتة. ده بقى مش هكمل ولا هقول حاجة، خد عندك بقى زيت نباتي، سكر ابيض، دقيق ابيض. وطبعا بالنسبة لطلبة المدارس والديش بارتي واللي بيحصل كل يوم واللي موجود في اللانش بوكس، وانا مش هقول غير كلمة واحدة بس: اهتمي بابنك يا طنط ارجوكي. مش اي حاجة هتطلب هتتنفذ، لازم يكون في كنترول، لازم نهتم بصحة اولادنا شوية. رقم 5 السندوتشات السريعة اللي هي مكونة من الفينو أو العيش الأبيض والكنتاكي كاتشب والمايونيز والكلام ده كله، بلاش منه عشان خاطري، عشان صحتك والله مش أكتر ولا أقل. على فكرة يا جماعة أسوأ حاجة في الدنيا الحرمان، وبالذات في أنظمة التخسيس مع الناس اللي بتعاني من السمنة. والناس والحاجات اللي أنا قلتها دي ليها ناس عايشة عليها أصلا، يعني ليها عاشقين ومعشوقين. فمش هيجيلك واحد يتابع معاك نظام غذائي ويقول لك خسسني فهتمنعه من الحاجات دي نهائي. خدها خطوة خطوة، بس هو عايش عليها كل يوم او على الاقل مرتين في الاسبوع. فبدل ما نخليها مرتين في الاسبوع او كل يوم تبقى مرتين بس في الشهر.